عمرك سألت نفسك ليه الإسماعيلي اتسمى بالدراويش؟ يوم 20 مارس سنة 1921 اتأسس نادي وكان اسمه جمعية نهضة شباب مصر، اللي اتحول بعد كده لجمعية نهضة شباب الإسماعيلية، ومن بعد كده بقى نادي الإسماعيلي. وسنة 47 كان الافتتاح الرسمي للنادي، وبعدها بسنة سنة 48 شارك في الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، ولكنه هبط في نفس السنة. وبعدها بكام سنة بيقدر النادي الإسماعيلي إن هو ياخد لقب أول دوري ليه سنة 67، وبعدها بسنتين بالظبط يكسب دوري أبطال أفريقيا عشان يبقى اول فريق مصري يكسب دوري ابطال افريقيا سنه 69. ونهايه 69 في دوري ابطال افريقيا ده كان قدام فريق اسمه انجلبرت اللي اتحول دلوقتي لمازيمبي الكونغولي. الاسماعيلي عنده 3 القاب للدوري ولقبين في كاس مصر، واخر دوري اخده كان سنه 2002. اشهر لقبين للاسماعيلي منهم اول واحد السامبا او برازيل مصر، وده عشان نفس الوان التيشيرت الاصفر واحيانا الشورت الازرق، واحيانا كمان تشابه في طريقه اللعب الممتعه. واللقب الثاني اللي منتشر اكتر هو لقب الدراويش، ولكن اغلب الناس ما تعرفش ليه اتسموا بالدراويش. زمان في الاسماعيلي كان في 3 لعيبه مشهورين جدا وكلهم من عيله درويش، ايمن ومصطفى وحسن درويش. الثلاثي ده كان ممتع جدا، كان بيلعب وبيرقص كانه بيلعب في الشارع، وكانوا بيقدموا فعلا كوره ممتعه ومختلفه. وبعدها جه الناقد الكبير المستكاوي واستلهم اسم الدراويش من اسم العيله ده، وكمان كان في وقتها فرقه غنائيه اسمها الدراويش، وقال كمان ان لعب الاسماعيلي الممتع بيخليك في حاله ذهنيه متصوفه زي الفرق الصوفيه بتاعه الدراويش. وطبعا اشهر آلة بيستخدمها جمهور الاسماعيليه هي السمسميه. فالمستكاوي بقى اخد كل ده وعمل منه ميكس وطلع عليهم لقب الدراويش. للاسف كل انديتنا الجماهيريه بقت في حاله سيئه ومش زي زمان، ونتمنى ان كل الانديه الجماهيريه ترجع قويه زي الاول.